السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اخواتي في الله، عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. تعرفوا ان سيدنا عثمان بن عفان عنده حساب في البنك؟ طيب نبتدي القصة كده من الاول. يقول لك في احد البنوك السعودية في حساب باسم سيدنا عثمان بن عفان. ايه هي القصة دي؟ قصة فندق عثمان بن عفان رضي الله عنه اللي بنوه بجوار المسجد النبوي. ايوه، في هناك مكان كده جنب المسجد النبوي فندق باسم سيدنا عثمان بن عفان. طيب هل موجود ورثة لسيدنا عثمان بيبنوا الفندق ده هما اللي بنوه باسمه؟ طيب سبحان الله، يقول لك بعد الهجرة وزيادة أعداد المسلمين زاد الاحتياج جدا للمية، وكان في بئر اسمه بئر روما من أكبر الآبار وهو المورد الرئيسي للمية بالمدينة. مفيش غير البئر ده، كان بيملكه واحد يهودي. فاليهودي ده كان بيبيع المية وبيبيعها يعني بالنقطة كده، سبحان الله. فلما سيدنا عثمان بن عفان عرف، سبحان الله رضي الله عنه وأرضاه، راح لليهودي ده وقال له ان هو عايز يشتري منه البير ده. فرفض اليهودي، فعرض سيدنا عثمان ان هو يشتري نص البير فيكون يوم ليه ويوم لليهودي يبيعه منه. فوافق اليهودي، قال كده كده انا هكسب في اليوم اللي انا ببيع فيه، وفي نفس الوقت اخد المبلغ اللي سيدنا عثمان ده هيديهولي. فوافق، فطمع ووافق على اساس ان هو تاجر شاطر وكده يعني، وهيرفع بقى سعر المية ويزيد المكسب ويبقى مضاعف. لكن سبحان الله حصل العكس. فهو طلب لقى سبحان الله الطلب على المية قل جدا، وبعد كده بقى منعدم تماما، ما عادش حد بيطلب مية منه نهائي. وهو بيبيع المية بيبيعه بالنقطة، ما عادش حد بيروح في اليوم اللي هو بيبيع فيه المية. فسبحان الله، فتعجب اليهودي جدا وبحث عن السبب، واكتشف ان سيدنا عثمان خلى اليوم بتاعه اللي هو بياخد فيه البير ده، سبحان الله، الناس تاخد فيه كل اللي هم محتاجينه من غير مقابل. فبقوا الناس بيشربوا كلهم في اليوم بتاع سيدنا عثمان، وبياخدوا حاجتهم من المية وما بيروحوش للبير في اليوم اللي فيه اليهودي ده. فحس اليهودي بالخسارة جدا، وراح لسيدنا عثمان رضي الله عنه وأرضاه وقال له ان انت تشتري مني باقي البير. فوافق سيدنا عثمان واشتراه مقابل 20,000 درهم، وعملوا وقف لله تعالى بيشرب من المسلمين. بعد فترة جه واحد من الصحابة وعرض على سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه ان هو يشتري منه البير ده بضعف سعره. فقال له سيدنا عثمان اعرض علي اكتر. فسبحان الله قال له اعطيك 3 اضعاف. فقال عثمان اعرض علي اكثر. سبحان الله، لحد ما وصل الى 9 اضعاف، سبحان الله. فرفض برضو سيدنا عثمان، فاستغرب الصحابي جدا وقال له مفيش مشتري غيري، مين اللي هيشتري البير بالمبلغ ده؟ مين اللي هيديك اكتر مني؟ فسيدنا عثمان رد عليه وقال له اعطاني الحسنة ب10 امثالها، ربنا سبحانه وتعالى اداني الحسنة ب10 امثالها اكتر منك. فوقف سيدنا عثمان رضي الله عنه وارضاه البير ده للمسلمين. وبعد فترة من الزمن، سبحان الله، في نخيل كده طلعت، سبحان الله، انبتت كده في المكان ده. فسبحان الله اعتنت بيها الدولة العثمانية لحد ما كبر، وبعدها جت الدولة السعودية واعتنت به برضه لحد ما وصل عدد النخيل حوالي 1550 نخلة كده. فسبحان الله بقت الدولة ممثلة في وزارة الزراعة بتبيع التمر ده في الأسواق، واللي بيجي منه إيراد بيتوزع نصه للأيتام والمساكين، والنص التاني بيتحط في البنك في حساب باسم عثمان بن عفان. الحساب ده مين اللي بيديره وزارة الأوقاف. وده سبحان الله من زكاة المال، وكبر المال ده جدا لحد ما وصل في البنك ان هو يكفي ان هم يشتروا قطعة ارض في المنطقة المركزية المجاورة للحرم النبوي، سبحان الله. بعد كده تم المشروع عليها وبنوا عليها عمارة فندقية كبيرة جدا من الإيراد ده، سبحان الله، من حساب مين؟ من حساب سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه. والبناء بقى في مرحلة النهائية، ودلوقتي هيتأجر، سبحان الله، اتأجر لشركة فندقية من فئة ال5 نجوم. ومن المتوقع ان ايراد السنة كله يعني حوالي 50 مليون ريال سعودي، نصها للأيتام والمساكين ونصها التاني في حساب سيدنا عثمان رضي الله عنه وأرضاه. فسبحان الله
المبلغ ده كله نص بيروح للايتام والمساكين، والنص التاني في حساب سيدنا عثمان رضي الله عنه وارضاه في البنك. والجميل بقى والعجيب ان الارض دي مسجله رسميا بالبلديه باسم عثمان بن عفان. سبحان الله. دي تجاره مع ربنا سبحانه وتعالى بدات وفضلت مستمره طول 14 قرن. فبجد متخيلين بقى كم الثواب، متخيلين كم الاجر. عشان كده سبحان الله يقولك لكل نبي رفيق. الرسول صلى الله عليه وسلم قال لكل نبي رفيق، ورفيقي في الجنة عثمان بن عفان. سبحان الله. انتم متخيلين التجارة مع ربنا سبحانه وتعالى وصلت لحد فين واستمرت لحد امتى؟ سبحان الله. عشان كده لما بنقول ما نقص مال ابن آدم من صدقة، يعني يبقى فعلا دي حقيقة. سبحان الله. وده أكبر مثال على الكلام اللي احنا بنقوله ده. سبحان الله. فعلا المال ما بينقص، لا بالعكس بيزيد. سبحان الله. بشوف قوي ناس كتير بتعمل إطعام لما بيجي مثلا ربنا رزقهم بمبلغ ولا حاجة، يجيبوا على قد مستطاعتهم ومقدرتهم. في ناس بتعمل سندوتشات والله العظيم للفطار كده، سندوتشات فول، سندوتشات طعمية، بطاطس، بيض، كلام من ده، وتوزع. في ناس تعمل لحمة وربنا سبحانه وتعالى يفتح عليهم يعملوه. فكل واحد على حسب استطاعته ومقدرته. سبحان الله. ربنا سبحانه وتعالى بيقبل، بس تكون انت عاملة الحاجة بحب وسبحان الله، وتبقى حابة تقدميها للشخص اللي قدامك دي، وتبقى تنذريها كده ربنا سبحانه وتعالى. اي حاجة انتوا عارفين والله العظيم المال اللي انت بتقعدي تجمعي فيه عمرك ده كله، وتكنزي وتحطي وتعملي، تقولي هعمل لابني ده كذا، وهعمل لبنتي ده كذا، ونفسي اخلي بنتي دي في احسن صورة، وخلي ابني ده في احسن صورة. سبحان الله. انت لما تعملي حاجة بقى بسيطة، تجارة مع ربنا سبحانه وتعالى في مبلغ بسيط خالص، حاجة بسيطة على قد مستطاعتك، سبحان الله. شوفي بقى التجارة مع ربنا سبحانه وتعالى كفيلة انها توصلك لحد فين. شوفوا التجارة دي زي ما احنا قلنا بقالها كم قرن مستمر. فسبحان الله بجد والله العظيم، يعني قصة والله العظيم تقشعر لها الابدان كده. والله العظيم سبحان الله. الواحد بيتمنى ان هو كان يبقى معاه فلوس اكتر واكتر ويعمل اكتر من كده. قسما بالله قصة الصحابي اللي قال للرسول صلى الله عليه وسلم انا كان نفسي يبقى عندي مال، او يعني لما قال انا عايز يبقى عندي زي جبل احد ده مال او دقيق تقريبا لتصدقت به. سبحان الله. خد الاجر بالنيه. شوفوا لما انت تتمني حاجه برضو وتطلبيها من ربنا سبحانه وتعالى وتبقي نفسك فيها، تاخدي الاجر بالنيه. فبجد والله اللي يقدر على اي حاجه ولو كانت بسيطه يقدمها، واللي ما يقدرش ينوي النيه ويقدم النيه والمشيئه، وباذن الله ربنا سبحانه وتعالى يفتحها عليه ويفرجها، وباذن الله يحقق اللي هو بيتمناه، اللي هو الايه، التصدق باي شيء، التصدق بكل ما هو جميل لربنا سبحانه وتعالى. وجزاكم الله كل خير.